سمارها سمار البدو وهيل اليمن تخني، وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب سنين. سمارها سمار البدو وهيل اليمن تخني، وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب سنين. وقلبها أقوى من الصوان، الدنيا ما إلها أمان، كبرها بوسع الأرض ومداها علي ابو النور، علي ابو النور، علي بالحجه، علي محمد، علي عبد السلام، اهلين ابو ابراهيم، علي علي، اهلا اهلا ابو قاسم، علي اختي ام قاسم، حي الله حي الله فاطمه ام محمد، حي الله علي ابو حميد، الله يعزك، هلا هلا ابوي هلا، هلا اخوي هلا، الله حيو الله حيو الله حيو يا شام، حيو اهلين بالحجه يا ميت، اهلين وسهلين، عبال عد ولادك يا رب، اهلين وسهلين بالشباب، اهلين بالشباب يا ميت، اهلا وسهلا شرفتوا، اهلين بزيد الشباب والله، اهلا انا ابو خالد كيفك؟ اهلين بالشباب، اهلا انا قسام كيفك؟ لك اهلين محمود شلونك؟ ان شاء الله عبال عد ولادك يا رب. الشباب يا ميت اهلا وسهلا شرفتوا. صوت صوت ولك انا ماني منبه عليك ما بدك الا المسخره هي. ليش هالعجايب كلياتها؟ فهمنا عملت عزيمه وتفوق شرط ماشي الحال، بس الغجر ليش جايبون؟ مشان واجبك يا بيك. يلا كبر واجبك. بسرعه روح انهي لي المسخره كلها، روح يلا. مو على راسي مو على عيني. مساكم الله بالخير يا أهل الجود والخير. كلنا نفرح وكلنا نسعد وكلنا نتمنى الهنا والسعادة والفرح لعريسنا القادري بيك. وبهذه المناسبة الحلوة يسعدنا أن نقدم أجمل المطربات وأحلى أصوات الغجر، المطربة الحلوة نوارة.
الخير. مساك يا نوارة. ألف تحية للعريس وألف تحية للعروس بغيابه وألف تحية لأهل مسرابة.
بذبح بدع وعموري بالسكين. ايه وبعدين؟ هذا كل شيء صار. انا حكيت كل شيء عندي، كل شيء حكيته. يعني انت بتعترف بكل التهم الموجهة لك؟ اعترف سيدي. فين المحضر يا ابني؟ أمرك سيدي. احترامي سيدي. خذ متهم لقتل الضحية فورا. أمرك سيدي. يا رجاها، كل الأمور صارت لصالحك هلأ. القادري اعترف بكل الجرائم يلي اقترفها، اعترف بقتل جوزك شاهر الله يرحمه وبسرقة المصاري وحرق البلغة. لذلك صار من الضروري انك تسلمي حالك للعدالة. ايه وسلمت حالي وبعدين؟ رح يحققوا معك، وهي إجراءات قانونية لابد منها، بعدين بتتم براءتك. ورئيفة؟ رئيفة لازم تسلم نفسها، وبوعدك يا رجاها اني رح ضل واقف جنبها لتخفيف حكمها. الظاهر يا أستاذ عماد مكتوب علي اتشرد ورح ضل مشردة. هيك قدري، بلا اعتراض على حكم الله. ما رح سلم حالي. أنا ما عم بفهم سبب رفضك لتسليم نفسك للمحكمة. إنسانة قضت عمرها هي وعم تدور على حقيقة قاتل جوزها. إنسانة قضت عمرها هي وعم تدور على حقيقة كل التهم اللي توجهت إلك ظلم، وهلأ اتكشفت كل الأمور. أنا ما عم بفهم سبب رفضك لتسليم نفسك للمحكمة. أولادك اللي قضيتي عمرك أنت وعم تدوري عليهم، ما فكرتي فيهم؟ الله أعلم باللي جواتي يا أستاذ عماد، الله أعلم. ما رح سلم. لا يا نوارة لا، هذا الكلام غلط يا بنيتي. انت بنية ظلموك وحوش الزمن، والحين ربنا أنصفك، وجاء الوقت اللي تثبتين بيه براءتك وترجعين أولادك لقليبك وتشوفيهم يكبرون قدام عيونك. لهالسبب لازم تسلمين نفسك. خير امور حضرتك محمود صبحي الملقب يا ابو فهمي. انا بشحمه ولحمه. شرف معنا. لوين حبيبي؟ شرف معنا بعدين بتعرف. خير ان شاء الله. لا تفهموني بس شو عامل؟ امشي وسد بوسه. امشي بلا عليك. لك وحد الله. صلي على النبي. امشي معنا. لا، أنا ما رح سلم حالي. أنتوا بتعرفوا إذا سلمت حالي شو رح آخذ؟ رح آخذ براءتي إيه؟ بس رح ياخذوا شيء تاني، رح ياخذوكي أنتِ رئيفة. أنا إذا بسلم حالي يا خالتي رح يحققوا معي، وإذا حققوا معي رح أعترف، رح يقبضوا على رئيفة. أنا ما رح سلم حالي. رجاها شو اللي عم تحكيه أنتِ؟ رجاها كل هالسنين وأنتِ عم بتدوري على غريمك وأولادك، ولما بتجيكي الفرصة بتضيعيها من إيدك. حرام يلي بدك تساويه. رجاها أنتِ عندك أولادك عم يستنوكي، أنا ما عندي حدا، لا أولاد لا جوز لا أهل يسألوا عنك. ليك اسمعي من المحامي وروحي سلمي حالك، أنا لا تاكلي همي. أنا بنت أصل يا رئيفة، مستحيل خونك. أنتِ نسيتي شو عملتي كرمالي؟ لك نحن هربنا سوا وتشنطتنا سوا وتعبنا سوا، لهيك رح نضل سوا. أولادي إلو ربي يحميهم. أنا ما رح سلم حالي، سمعاني؟ ما رح سلم حالي.
حول يا غنام حول بات الإلهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أبو ليلى؟ إيه نعم. أنا المحامي عماد الزين. أهلين وسهلين. أمور عمي؟ أنا جاي من قبل ديار دبور. قتلته. ايه انا حرقته. طب يا ابني قدم 70 ساعة قدم التحقيق. أنا رح بحكي لك مع أحد محامينا يستلم لك قضيتك. فايت المحامي. خذوا المتهم. ليش ماليش؟ عليم الله مصيبة وحلت فوق راسنا. شو فيك اخي؟ بحرماتي لو ماني رجال امشي بالشارع واكشف شعري وولوي. لك شو في فهمني لسه؟ لك والله ما بعرف شو بدي لك فوزية. جوزك عبد القادر. شبو عبد القادر؟ لك شو شبو؟ ممسوك بتهمة قتل، بتعرف شو يعني قتل وسرقة وتزوير و1000 تهمة من هالتهم. لك شو عم تحكي انت؟ لك ليكو التاني انا اللي عم بحكي، المحامي تبعه خبرني وحكى لي هالحكي. ولي على هالمصيبة. ومو بس هيك، ورح يحجوا على امواله المنقوله وغير المنقوله ويمكن يوصل البلد دقني. وليه؟ فوزيه هي سليم بيك اللي قلت لك عليه. شرفنا. يا حبيبي. عرف حاج؟ عرف حاج؟ ايه خير 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 شحني. ضب اغراضك، تحرك افراج. يستر على اختك، لا تمزح معي، انا بعرفك من شكلك انت مزوحي وبتحب المزح. لا ما عم امزح معك، طمن افراج تفضل. باينتك انت عم تحكي عن جد يا زلمه، بصلاة محمد عم تحكي عن جد؟ طبعا عن جد، امشي وشوف بعينك. شرف شرف.
لله على السلامة عروف. لك الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ألف مبروك. هلا عن جد انا طلعت براءة ولا عم يمزحوا معي هدول الدباب؟ براءة 100% مثل ما وعدتك عروف. لك شلون؟ فهموني امشي هلا بنحكي على الطريق. ايه شرفة. طبعا عرفتوا انه رئيفة سلمت حالها. صار من الضروري انك تسلمي نفسك من شانك من شان اولادك. ربنا يعينها للحصول على براءتها يا رب يا رب. باسم الشعب العربي في سوريا قررت المحكمة بالإجماع ما يلي: تبرئة المتهم رجاء العبد الله من الجرم المسند إليها، لإدانة المجرم القادر مديران وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة بداع آخر، قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً. سيدي القاضي بتسمح لي بكلمة؟ تفضلي. انتوا ظلمتوني وانا قبلاني. ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة ابدا بكل شيء مريت فيه، ما عندي مشكلة بكل التعب اللي تعبته. انا عندي مشكلة واحدة بس، بدي اولادي. بوس ايديكم بدي اولادي. اذا حدا بيعرف وين اولادي بس بدي اولادي. انا ما بدي شيء غير اولادي. الله اكبر. مبروك يا رجال. مبروك 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 يا حلال عدل. مبروك مبروك. بدي اولادي بدي اولادي. ان شاء الله الف هنا يا رب. على قلبك حبيبي. كل ماما من عمري. شو صاير لكم يا جماعة؟ عيونكم ما عم تنقام عن الصبي؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. حوله وحواليه. لك والله صرت خايفة عليه من العين. من محبتنا فيه اختي منظمي. إلنا عمر ما لنا شايفينه، عليم الله مثل ابننا الثاني. وهو يغزي العين لطيف ومهذب وبينحب. لك هذا نظمي مو حي الله انتو كمان. تكبر قلبي. مين؟ مين؟ السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. مور. هون بيت ابو نظمي. الداعي. مور. محسوبك عبدول من مديرة. أنعم وأكرم. أمر. عمي ابو نظمي، محسوبك رايد تعطيني عنوان الشيخ محمود ببيروت مشان امر ضروري. بخصوص شو عمي؟ بخصوص ولد كان معه لما تركوا مديرة ونزلوا على الشام. ولد ابن حرمة من عنا من مديرة. وقتها انتهمت بجريمة وانحكمت اعدام، بس هلا والحمد لله اتبرت من التهمة وانمسك الفاعل الاصلي. فبدي اروح لعند الشيخ محمود على بيروت افهم عن اراضي الولد، معهم ومعهم، وين صفيان الله يخلي لي اياه. ايوه. فالله يجبر بخاطرك، بدي اياك تعطيني العنوان مشان اصل على بيروت على بكير. قلت لي امه الولد برت من التهمة؟ الحمد لله وهي حرة طليقة، فنحن بدنا نساعدها لحتى تلاقي ابنها، الله يستر على حريمك. شو رايك اذا قلت لك انه الشيخ محمود عنا هون بالدار؟ بصلاة محمد عم تحكي بجد؟ ايه ناديله يستر على حريمك،
حاكم كنت هتلاقي هم نروح على بيروت، والقادري محاكمته هاليومين ولازم احضرها من كل بد. عن اذنك لاخذ لك طريق. خذ راحتك عمي. أمها العزيزة شبه تبرأت من التهمة وهي اللي كشفت الفاعل الحقيقي. ومين قال لك هالحكي؟ اليوم كان عندي عبدول، هذا واحد مرابع بيشتغل معهم. بتطلعوني جثة هامدة قبل ما يطلع نظمي من هذا البيت وتبعدوا عني. يا ام نظمي يا ام نظمي طولي بالك، عم قل لك ام الولد هي. سمعت؟ انت قلتها بعظمة لسانك. ام نظمي راح بيضل ابني مثل ما ناظم هو ابني كمان. في فرق يا ام. لا حول ولا قوة الا بالله. ناظم من صلبك وصلبي، اما نظمي انت. نظمي شو؟ مو ربيته؟ مو كبرته كل شبر بندر؟ نسيت؟ لك نسيت دموعي عليه وسهر الليالي. وبعد كل هاد شو؟ هيك كلمة بتقولوها نظمي لازم يرجع لأمه. اسمع أبو نظمي ما رح يطلع من هذا البيت. ان شاء الله ما مطول يا رابحه. هاتك لفوق. شوفي خير ان شاء الله. شوفي. نعم سيدي انا. وين بيروح معك سيدي؟ شو عامل؟ ولك شو عم بيصير؟ وليه؟ شو عم تعملوا بالرجال؟ لك يا رابحه. لك يا رابحه. لك يا رابحه. لك يا رابحه. لك يا رابحه الحقيقي. سامحيني يا هالة، أرجوك تسامحيني. الأماني اللي تركتيها لازم ترجع لصحة. عزيزي يا هالة، هذا قدري يا هالة. قدري إني ضل وحد. رحتي وتركتيني. عارف يا هلا، ربنا استرد أمانته، وهلا أجيت رجاها مشان تسترد أمانته. عزيزي، الأمانة عزيزي يا هلا، لازم ترجع. عزيزي يا هلا. لازم تواجه قدرك، وقدرك بحتم عليك تواجه عزيزي بحقيقة أمها رجاها. خير أبي باك شي؟ لا يا بنتي، ما في شي.
حبيت أطمن عليكي. تصبحي على خير. وأنت من أهل أبي. يا أختي النصبي، أنت إنسانة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وهذا قدرك، وقدر هالصبي يرجع لحضن أمه بعد غياب طويل. الله يرضى عليك. طيب وأنا؟ أنا مين؟ مو أمه. أنا مين بده يقعد بحضني بعد ما يروح نظمي؟ مين؟ الله يخلينا ناظم ويربى بعزك ويخليكي إله، وإن شاء الله بمليلك قلبك وحضنك. يا أختي النصبي، أنت كفيتي ووفيتي، واللي ألهمك فيه رب العالمين تجاه الصبي ما قصرتي فيه بنوب، يعني ضميرك مرتاح تجاه ربك وتجاه ذاتك. وأشهد بالله إنك تعاملتي مع الولد وحبيتيه وكأنه ابن قلبك، فالله يرضى عليك. لا تحرمي هالولد من حضن أمه، ولا تعذبيها مثل ما عذبوها بقية الخلق، ولا راد لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله يلهمك الصبر يا بنتي. لا، مستحيل صدق يا سليم بك، مستحيل صدق. هاي هي الحقيقة، حقيقة مرة، بس مجبورين نتجرح. وبيهون عليك يا سليم بك، بتهون عليك عزيزة تترك هذا البيت، بتهون عليك، بتهون عليك سنين التعب اللي تعبته بتربايتها ودلالها، بتهون عليك. شو بدك تقول للمرحومة اللي نايمة بقبرها؟ شو بدك تقول؟ اللي ماتت وتركتها أمانة برقبتك. خلص يا بدرية، الله يرضى عليكي، لا تزيدي فوق جرحي جروح. بس اللي بدي اياه منك هلا تواجهيها انت وتخبريها بالحقيقة. أنا يا سليم بيك مستحيل، مستحيل واجهها بهيك مصيبة، مستحيل مستحيل. معقول كل هالسنين وانتم بتكذبوا علي؟ امي رجعها عايشة ولساتكم بتكذبوا علي؟ امك ماتت هي واخوك يا عزة، امك انقلب فيها باص الحجاج يا عزة، بابا ماما عزة. ألف مبروك يا أم دليلة، رجاها نالت براءتها. والحين وينها رجاها؟ إن شاء الله هالكم يوم بيطلق سراحة، بس شوية إجراءات قانونية. قادر مديراني أمورك. الله يخرب بيته شلون خرب بيتي. الجلسة الآن للنطق بالحكم. وقف يا ابني. باسم الشعب العربي في سوريا قررت المحكمة بالإجماع ما يلي: تجريم المتهم القادر مديراني بجناية القتل والسرقة والحرق والتزوير، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقد، صدر وأفهم علنا.
سمارها سمار البدو وهيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب سنين سمارها سمار